من أكلات التراث المصري هي البلوزة المصرية. ساقعة جدا وبترطب على القلب وفي نفس الوقت اقتصادية وفي نفس الوقت سهلة وبسيطة. مش بتكمل أي وقت ولا مجهود، في 10 دقايق بمشيئة الله هتكوني عاملاها وبصي هتنتعشي بجمالها وحلاوتها. بصوا بقى شكلها جميل قد ايه. ممكن تحطوها في كاسات وممكن تحطيها في قوالب الكريم كراميل وتقلبيها كده في كل الحالات، والله يا جماعة بتكون خرافية. أنا جايبة لتر ونص من الحليب، يعني كيلو ونص من الحليب. طبعا انت ممكن تستخدمي لتر واحد بس من الحليب، يعني كيلو من الحليب. كل كوبايه من الحليب بتاخد معلقه هرميه من النشا، ومعلقه ما تبقاش مليانه قوي من السكر، وطبعا المعالق كبيره زي ما انتم شايفين. انا حبيت ان انا اعزز الطعم، فكيلو ونص اللي هم 6 اكواب من الحليب حطيت عليهم معلقتين كبار من اللبن البودر. يبقى ال6 كوبايات من الحليب حطيت لهم 6 معالق من السكر، والسكر كان ممسوح، يعني المعالق بتاعته كانت ممسوحه، و6 معالق هرميين من النشا. استمريت في التقليب كويس جدا على البارد، وطبعا الحليب عندي كان مغلي. رفعته على النار وسط زي ما انتم شايفين مع التقليب المستمر. اول ما يبدأ الحليب بتاعي يسخن كويس كده زي ما انتم شايفين ويدخل على غليان، انزلي على طول بنص معلقة من الفانيليا. وبعد كده هو اول ما يطلع الفقاعات كده ويستوي تماما يبدأ يطفي عليه. جبت هنا حوالي ربع كوبايه من شربات الفراوله، اللي هو من فيتراك دوت، بتلاقيه في اي سوبر ماركت. لو مش متوفر عندك ممكن تستخدمي جيلي كده اهو، تدوبيه في ميه سخنه وتستني لما يبرد خالص وتعمليه بالجيلي، بيدي نفس الطعم الى حد ما. هبدا بقى ان انا كده اهو ابدا ان انا اصبها كده اهو في صينيه، اصب الكميه كلها عندي في اي صينيه المونيا بايركس اي حاجه عندي. بس اهم حاجه ما تكونش الصينيه ديت فيها اي نقطه ميه. استني بقى لما يبرد تماما، وبعد كده دخليه التلاجة لمدة ساعتين 3 كده لحد ما البلوزة الحلوة دي تبدأ تبرد معاكي. ذكر النهاردة لا إله إلا الله. طول الفيديو بعد الفيديو فضلي قولي لا إله إلا الله. بعد بقى ما بردت تماما ابتديت ان انا اقطعها كده مربعات زي ما انتم شايفين. وبعد كده تروحي حاطه الشربات بقى كده اهو خام، وتروحي كبه عليها كوبايه ميه عليها شويه تلج عشان تزيد من سقعتها الحلوه دي. ابدأي بقى على طول انزلي في الكاسات بتاعتك بعد ما تقطعيها وتحطي الشربات يكون خام كده اهو. ادي بقى القالب، بصوا الجمال والحلاوه. ممكن تحطي على فكره الشربات خام من غير ما يتخفف خالص، بس لازم تحطي على البلوزه نفسها شويتين حلوين من الميه المتلجين. ممكن بقى تزينيها بشويه موز. انا والله مش حاسه انها محتاجه اي حاجه. تنسيش اللايك لو عجبك الفيديو، اهم من اللايك هو ذكر الله لا اله الا الله.